الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الأحبة، أرجو من حضراتكم أن تلقوا إلي السمع وأنتم حاضر القلوب. أتحدث عن شيء في الصدقة. من تصدق فما له في الدنيا والآخرة، ومن بخل فما عليه في الدنيا والآخرة. فأرجو الانتباه. أولا، للمتصدق، الصدقة تمحو الخطيئة وآثارها، الذنوب المتراكبة الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الصدقة تمحوها وآثارها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآمركم بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول لهم: هل لي أن أفتدي منكم نفسي؟ وجعل يقدم القليل والكثير حتى فدى نفسه. ما علاقة هذا المثل بالصدقة؟ مثل ذلك، أي مثل المتصدق، كرجل أسره العدو، أي العبد المؤمن العاصي، ذنوبه وخطاياه أحاطت به، كما أخبر ربنا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. فالذنوب أحاطت بالعاصي وكبلته، فقيدوا يده إلى عنقه، فقيدت الملائكة العاصي يده إلى عنقه، وقربوه ليضربوا عنقه، قربوا العاصي ليدخلوه في النار، فجعل يقدم القليل والكثير. فالمتصدق ما أنفق أزال الذنوب وأزال المعاصي، فضرع بنفسه عن النار، فلم يدخل النار كالأسير الذي دفع المال وفدى نفسه من العدو. فكذلك الصدقة جاءت وأزالت أثر الذنوب والخطايا، فصار طاهرا لا يستحق النار ويستحق الجنة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. هذا أولا. ثانيا، الصدقة تستدرك بها ما فاتك. انت عملت بلاوي، الصدقة شالتي. طب في أوامر أنا ما عملتهاش، في أمرنا بأوامر أنا ما عملتهاش. الصدقة انت تستدرك بها ما فاتك وتكون فرح. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم
أثبت لهم الأمن والأمان، ولهم يحزنون أثبت لهم الفرح والسرور، فلم يندموا على ما قصروا ولم يحزنوا على ما فاتهم. لماذا؟ لأن الإنفاق أعلى درجتهم وجبر تقصيرهم. ثالثا، إذا كانت الصدقة كما سمعتم محت الذنوب واستدركت الخطايا، بل وتدفع عنك ما يستقبل من البلايا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وقال أنس: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. قال الطيبي رحمه الله: الصدقة كانت سترا وحجابا يمنع البلاء أن يصيب العبد المؤمن المتصدق. وقال ابن القيم: للصدقة تأثير عجيب في دفع كل أنواع البلاء. ما تبقى مريض، الكبد له علاج، والصداع له علاج، والقلب له علاج ده غير ده. الصدقة الطفاشة بتاع كل الأمراض، الصدقة لكل الأمراض. إن للصدقة، كلام شيخ الإسلام، إن للصدقة تأثير عجيب في دفع كل أنواع البلاء حتى وإن كانت من فاجر، بل لو كانت من ظالم. الظالم أصعب من الفاجر. ليه؟ الفاجر فجوره على نفسه، إنما الظالم بيظلم غيره. بل لو كانت من كافر، كلام شيخ الإسلام. للصدقة تأثير عجيب في دفع كل أنواع البلايا، ولو كانت من فاجر، ولو كانت من ظالم، بل لو كانت من كافر فإن الله يدفع بها عنه كل أنواع البلايا. ولذلك لما شكى الصحابة للنبي الفزع من كسوف الشمس قال: إذا رأيتم ذلك، أي فزع، فافزعوا إلى الدعاء والصلاة والصدقة تستدفع بها البلاء المقبل. وأيضا الصدقة تنفع المتوفى. ما منا من أحد إلا وله متوفى وأكثر يتمنى أن يوصله الخير. الصدقة في الصحيحين عن سعد بن معاذ رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أمي ماتت وأنا غائب، أنا خارج المدينة، أمي ماتت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف صدق عن أمي. المخراف يعني المثمر. ولذلك عوتب صهيب الرومي رضي الله عنه: إنا نراك تسرف في إطعام الطعام، ما ياكلش إلا مع حد، طلع الطعام بره في الشارع عشان حد ما ياكلش لوحده، إهدى، بيعيبوا عليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. خامسا، المتصدق بأرفع المنازل، مش الصائم ولا المصلي ولا اللي بيحج، لا، أرفع المنازل المتصدق. والعالم هو المتصدق، العالم هو المتصدق. من أين هذا الكلام؟ اسمع ماذا قال عمر. قال: يوم القيامة الأعمال تتباهى، إنما أعمال المعنوية بتنقلب لشيء مادي يتكلم، كما في القبر عملك هيكلمك. فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. الصدقة بتقول لكل من أنا أفضلكم. جبد بن عمر قال: حديث النبي عليه السلام: الدنيا لأربعة نفر، الدنيا أربع أصناف، ما فيش خامس. شوف نفسك أنت من أي صنف. أعلى صنف بقى: عبد رزقه الله مال وعلم، يبقى المنفق عالي، مال وعلم، فسلطه بعلمه على ماله، يبقى اللي بينفق عنده علم، عالم، فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه
ويعلم لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل. بمن أرفع المنازل؟ المتصدق. ومن العالم؟ المتصدق. سادسا المتصدق يدعى له من الملك. ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. وأيضا إذا مات، قال سلمان رضي الله عنه إذا مات الكريم، إيه اللي حصل لما يموت الكريم؟ قالت الأرض والحفظة، أرض بتتكلم وبتبكي عليك 40 سنة. قالت الأرض والحفظة اللهم تجاوز عن خطاياه بسخائه. ساعة ما تموت الأرض تتكلم والملك يقول اللهم تجاوز عن عبدك بسخائه. وأيضا سابعا ساعة ما تنحط في التربة، واللي ما يخافش في التربة ومن التربة يعدي عليه فتش على إيمانه على طول. اللي ينفعك الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. طلعنا من القبر يوم القيامة 50,000 سنة. يتمنى الناس أن يأتي الرب لفصل القضاء ولو إلى النار، ظنا منهم أن النار أهون مما هم فيه. 50,000 سنة الشمس فوق الرؤوس، جاسي على ركابهم حول جهنم. فوربك لنحشرنهم أجمعين ثم لنحضرهم أجمعين. وترى كل أمة جاسية حوالين جهنم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ايه علاقة الصدقة؟ اسمع بقى كده. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. 50,000 سنة بتمر على المتصدق كركعتي من صلاة ظهر أو ركعتي من صلاة عصر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الرب لفصل القضاء غضبان ما غضب قبل هذا اليوم مثله ولن يغضب بعده مثله. ايه علاقة الصدقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب عنك، عن المتصدق، كما يطفئ الماء النار. تيجي يوم القيامة والذنب منكشف الغطاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة لتطفئ النار كما يطفئ الماء النار. وأخيرا فيما له أنت صادق الإيمان. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر بعض أفضال الأعمال قال الصلاة نور والطهور شطر الإيمان وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان أو ما بين السماء والأرض. والصدقة قال برهان. الصدقة برهان على أن المتصدق صادق الإيمان، لأن النفس تحب المال والله يحب أن تنفق، فمن آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه فهو دليل على صدقه في أنه مؤمن. هذا سريعا في المنفق. تبي البخيل، أول حاجة انتبهوا جيدا، إن أحسن به الظن هو غير كامل الإيمان، وإن أصأنا الظن ليس عنده أصل الإيمان. البخيل كلام الخطير ده منين؟ كلام الخطير ده منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو يقسم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. بينفي الإيمان، ينفي أصل الإيمان، ينفي كامل الإيمان. لما نحسن الظن يبقى بينفي كامل الإيمان، ولما نسيء الظن يبقى بينفي أصل الإيمان. وحتى لما نحسن الظن ما عندكش الإيمان الكامل اللي يدفع عنك النار وتدخل به الجنة. لماذا؟ للبخل.
ثانيا في البخيل، الملك يدعو عليك، ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، يدعي عليك إن المال يتلف. ثالثا أمرض المرض وأبخس الناس، مش اللي عيان بالكبد ولا اللي عيان بالجلد ولا اللي هيموت ولا اللي عنده شلل. ايه امرض الامراض؟ البخل. اسمع لجابر في البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني سلمة من سيدكم؟ الكبير اللي فيكم مين؟ الحلو اللي فيكم مين؟ قلنا جد بن قيس، على أن نبخره، فيه سنتين بخل كده. عارفين النبي قال ايه؟ قال وأي داء أدوى من البخل؟ ايه مرض أمرض من البخل؟ ايه مرض أخبث من البخل؟ لا يوجد شيء أبدا أمرض ولا أخبث ولا أشين للمسلم من البخل. وأي داء أدوى من البخل؟ رابعا البخيل ليس فيه خيرا البتة وليس فيه صلاح البتة. كلام خطير ده منين برضه؟ اسمع إلى حبيش الثقفي الفقيه العابد قال جلست مع إمام أهل الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، ناس ياما خالص، وأجمعوا أنهم لم يعرفوا رجلا صالحا بخيلا. بخيل ما فيش خير خالص، لو بيتكلم في خير ده رياء ونفاق، لو عمل حاجة حلوة يبقى واعي عايز بقى غير وجه الله. أجمعوا لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. خامسا النبي عليه السلام مدحت عنده امرأة قالوا انها صوامة قوامة، ولما يمدحوا حد بأفعال وافترضها على المسلم يبقى بيمدحوها بالنافلة، لأن الأصل إن المسلم بيعمل كل الفروض. يبقى لما أقول صوامة مش رمضان، لا، لأن الكل بيصوم رمضان، يبقى غير رمضان. قوامة يبقى قيام الليل على طول، غير أن فيها بخلا، طول النهار صايمة وطول الليل قائمة، بس فيها بخل. عارفين النبي قال ايه؟ وفيما وأين خيرها إذن؟ تبقى تقول صوامة قوامة، فما خيرها إذن؟ وأخطر من هذا أيها الأحبة إذا مات البخيل قالت الأرض والحفظة اللهم احجبه عن الجنة كما حجب عبادك عما أعطيته. وأكثر من هذا أنه لا يوفق إلا للشر. البخيل لا يوفق أبدا إلا للشر. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأيضا لا يحبه الله. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون، المختال الفخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأيضا أيها الأحبة البخل يزيل المال. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أصحاب الجنينة رجل الصالح كان لما يجزها يقول للفقراء الأول اليوم الفلاني هجمعها، يروحوا يدوم تلتها، وتلت له هو وولاده، وتلت يخليه يصرف على الجنينة. فلما مات عاب الأولاد مسلك أبيهم وعزموا أن يصرموا الحديقة ولا يهموا الفقراء.
فالحق بيقص القصة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. مرة النمرة اللي بعد كده: البخيل أخبث الناس وأجهل الناس. الثاني أفضل الناس المنفق وأعلم الناس، هنا البخيل أخبث الناس وأجهل الناس. من الحديث: الدنيا 4 رجال، 4 نفر، وعبد باسم الثاني بقى آتاه الله مال ولم يؤته علم. جاهله معاه فلوس ولم يؤته علم عشان ينفقه، فلم يتقي فيه ربه ولم يصل فيه رحمه ولم يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل، أجهل الجهلاء وأخبث الناس وأمرض الناس ولا خير فيه ومندفع عنه على الأقل كامل الإيمان والله لا يحبه. ماذا تريدون بعد؟ اسمع، هذا المال اللي جمعه يتعذب به العذابين: العذاب المادي والعذاب المعنوي. العذاب المادي نفس المال يتعذب به: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر النبي هذه الآية قال: ما من صاحب مال لا يؤدي فيه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع. الشجاع الأقرع ده اللي راسه ما فيها الشعر من كثرة السم، يأخذه بلهزمتين أي بشقين ويبكيته بقى. العذاب العليم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. والآية الثانية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة إلا كان يوم القيامة هذا المال أحمي عليه في نار جهنم فجعل صحائف من نار فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره. المال بتاعك بتتكوى بيه ويبكتوك بقى، يقول له: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخيرا ربكم يوصيكم وينذركم ويرشدكم فيقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مستخلفين اسم مفعول، مستخلفين اسم فاعل. يعني إيه؟ خطورة كبيرة جدا. انت وانت حي مستخلف، المال بتاعك انت اللي كسبه او ورثه عن ابوك، يبقى بتاعك انت مستخلف فيه. لكن مستخلف انت مت والمال راح للورثة. المفروض لما يناديني وانا عايش يقول: انفق مما انت مستخلف، وانا عايش انا مستخلف المال بتاعي. لكن ده بيقول: وانفقوا مستخلفين. يعني ايه؟ بيقول لك: يا عبد الله، المال عارية يوشك أن يفارقك إلى غيرك، إما بالكساد وإما بالموت. الحق نفسك، قدم لنفسك ليه ما في حاجة. بشر البخيل بحادث أو بوارث. فلوسك دي تعملها لمين؟ يا حادث ياخدها يا وارث هياخدها. بشر البخيل بحادث أو وارث. هنا يقول: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، المال عارية يوشك أن يفارقك إلى غيرك فأنفق منه. ما قدمناه وجدناه وما تركناه خسرناه. ليس لك من مالك إلا ما أكلت
فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ده اللي ليك من مالك، المال اللي انت هتنفقه. هذه نصيحة، طول ما فينا نفس نستدرك ما فاتنا بالإنفاق، وإن كنا بخلاء فلنقم الليل وندعو الله أن ينصرنا على أنفسنا حتى نخرج ما ننور به قبورنا وما يضيق علينا اليوم 50,000 سنة، وما يدفع به عنا السيئات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.